القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر. سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. شعب مصر أشهر شعب في خفة الروح وعمق فلسفة السخرية، والفكاهة عنده طبع لا تطبع، إذ أن الفكاهة كما يقول الأستاذ عبد الرحمن بكر في مقدمة كتابه البعكوكة وتاريخ الصحافة الساخرة في مصر من مستلزمات الإنسان، فهي تصقل الحس وتصرف المرء لبعض الوقت عن عالم مليء بالطمع والخداع والأنانية، وتضعه في جو من البشر والمرح، وهي أيضا مقياس للوعي الاجتماعي، فمن خلالها ندرك توجهات الناس وغايتهم ومطالبهم. وفي هذه الحلقة نعيش مع تاريخ الصحافة الفكاهية أو الساخرة في مصر، وأهم أعلامها وطرائفها وأسرارها والمجهول من سراديبها. يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه الممتع الفكاهة في مصر: من أهم ما يميز المصريين في عصرهم الحديث روح الفكاهة المنبثة في أحاديثهم، فهم مشغوفون بالنكتة على كل شخص وكل شيء، وفي أحرج المواقف وأدقها لا تلبث بارقة الفكاهة أن تلمع وتتألق وترتسم على الأفواه والشفاه. وليست هذه الروح جديدة على المصريين، فهي قديمة فيهم ترجع إلى أعتق الأزمنة وأعمقها في التاريخ. واستنادا لهذا كله كان لابد من صدور بعض الصحف والمجلات الفكاهية التي تنبع من هذه الروح المحبة للمرح والفكاهة. يقول الأستاذ عبد الرحمن بكر: عندما بحثت في تاريخ الصحافة الفكاهية في مصر وجدت أن الشعب المصري قبل تأميم الصحافة في عهد ثورة يوليو 52 كان يمتلك حرية مهولة في إصدار الصحف، حيث كان مسموحا بترخيصات صحفية للأفراد، وكل إنسان كان بإمكانه أن يخرج للدنيا برأيه في صحيفة أو مجلة. فمثلا يعقوب صنوع أصدر مجلة أبو نضارة. وصحافة الفكاهة عندنا في مصر كما يقول ميكي ماوس عبد الله أحمد عبد الله يرتبط مولدها بميلاد أبو نضارة في عهد الخديوي إسماعيل، فلما صادرتها الحكومة أصدر يعقوب صنوع مجلة أبو نضارة زرقاء، فلما صودرت أصدر جريدة أبو صفارة ثم أبو زمارة، حتى وصلت المجلات والجرائد التي أصدرها إلى 12 عنوانا. كانت هذه المجلات الفكاهية أو الساخرة هي المتنفس لهذا الشعب إبان عصر الاحتلال، ومن تلك المجلات حمارة منيتي وأبو نواس والكرباج والعفريت والخلاع والمسامير والظرائف ومسامرات النديم وهاها. وتطورت الصحافة الفكاهية تطورا كبيرا في العشرينيات من القرن الماضي، ثم بلغت ذروته في الأربعينيات، وذلك من خلال مجموعة من الصحف والمجلات، منها الكشكول،
خيال الظل، الفكاهة، ألف صنف، الغول، أبو قردان، البغبغان، الضحوك، البعبع، اشمعنى، البعكوكة، كلمة ونص، اضحك، الصاعقة والمطرقة. أما الصحف العادية فكان معظمها يزخر بالمقالات الساخرة والأسجال الفكاهية والشعر الحلمنتيشي. ومن تلك المجلات اللطائف المصورة، كل شيء والدنيا، روز اليوسف، آخر ساعة، الاثنين. وقد أدى هذا الازدهار في الصحافة الفكاهية إلى ظهور كوكبة من الساخرين والظرفاء، أمثال عبد العزيز البشري، المزني، فكري أباظة، حسين شفيق المصري، محمد مصطفى حمام، طه حراز، كامل الشناوي، وبيرم التونسي. ومن العجيب أن معظم المجلات الساخرة في مصر لم تعش أكثر من 8 سنوات، ومنها من لم يصدر منه سوى عدد واحد كالمسلة لبيرم التونسي، أو عام واحد كالصرخة، كما يقول الأستاذ عبد الرحمن بكر في تأريخه لهذه الصحف. وفي كتابه الفكاهة والظرفاء أيام زمان يقول الأستاذ نجيب توفيق: كان عدد الصحف الفكاهية التي تصدر بالقاهرة وحدها في بدايات القرن العشرين أكثر من 70 صحيفة ومجلة، بينها الأسبوعية والشهرية ونصف الشهرية المصورة وغير المصورة، يقوم على تحريرها أعلام الأدب والفكاهة في مصر كالأستاذ عبد الله النديم، خطيب الثورة العرابية وشاعرها وموقد جذوتها، والذي أصدر مجلة التنكيت والتبكيت، وبعدها الأستاذ، وأحمد فؤاد صاحب الصاعقة، ومحمد توفيق الدريني صاحب مجلة حمارة منيتي، وأحمد حافظ عوض صاحب خيال الظل. عن الصحافة الفكاهية في مصر قديما وحديثا، وكيف كان لها دور في نقد سلبيات المجتمع، مع سرد لأعلام الفكاهة مع الشاعر والباحث المهندس ياسر قطامش. البداية الحقيقية لظهور الصحف الفكاهية كانت سنة 1878 لما أصدر الصحفي يعقوب صنوع مجلة اسمها أبو نضارة. دي كانت أول صحيفة هزلية كاريكاتيرية في الشرق، وابتكر فيها شخصيات عديدة فكاهية، منها شخصية أبو الغلب اللي بترمز للفلاح الغلبان. بعد أبو نضارة ظهرت مجلة التنكيت والتبكيت لعبد الله النديم. الكلام ده كان سنة 1881، وكانت مجلة أدبية هزلية هجوها تنكيت ومدحوها تبكيت. وظهرت مجلة تانية برضو لعبد الله النديم تهذيبية فكاهية سنة 1892، كان اسمها مجلة الأستاذ. لكن صفحات المجلتين ما كانش فيهم أي كاريكاتير، كانت يعني المجلتين كانوا بيعتمدوا على المقالات الحافلة بالسخرية والتهكم والفكاهة. وعبد الله النديم ابتكر شخصيات فكاهية بيعمل يعني حوار بينها في صورة مقالات، زي شخصية الزعيط ومعيط، وزي شخصية مشكاح وريمة. في بداية القرن العشرين ظهرت عدة صحف فكاهية، منها حمارة منيتي، وأبو نواس، والعفريت، والكرباج، وسركيس، والخلاعة، والمسامير. وكانت الإعلانات في المجلات دي برضو يعني بتتم بطريقة فكاهية. يعني مثلا واحد حلاق عامل إعلان بيقول فيه: المؤمن بالخلاق لسط حامد الحلاق. واحد تاني كان تمرجي بتاع أسنان، فعمل إعلان وكتب فيه إنه إيه: جمعة حسان ميكانيكي أسنان. تطورت المسيرة بتاعت الصحف الفكاهية في العشرينيات، وظهرت مجلات فكاهية من العيار التقيل، زي مجلة الفكاهة والكشكول وألف صنف والغول وخيال الظل وأبو قردان والبغبغان وشمعنى وغيرهم.
في الأربعينيات ظهرت أهم مجلة فكاهية في مصر وفي الشرق الأوسط، وهي مجلة البعكوكة، وظهرت معاها مجلة تانية اسمها اضحك. مع ازدهار الصحافة الفكاهية ظهرت كوكبة من الكتاب والشعراء الظرفاء، منهم على سبيل المثال الشيخ عبد العزيز البشري، والشاعر حسين شفيق المصري، وفكري أباظة، إبراهيم عبد القادر المزني، بيرم التونسي، مصطفى حمام، عبد السلام شهاب، كامل الشناوي وغيرهم. كان معكم العبد الفقير لله راجي عفو مولاه، العائش على الهامش، الشاعر الفكاهي ياسر ابن خطابش. وعن أشهر الصحف والمجلات الفكاهية التي ظهرت في مصر وأهم أعلامها، نجد أنها تؤرخ بميلاد صحيفة يعقوب صنوع أبو نضارة. وكان صنوع نديما ممتازا للخديوي إسماعيل، فهو من ضمن حاشيته ملما باللغات الأجنبية وآدابها، ذا حديث ساخر ونكات طريفة ومواهب فنية كالقدرة على التأليف والتمثيل والإخراج وفن التنكر أو المكياج كما يقول ميكي ماوس، وهو يعد إذن أبا الصحافة الفكاهية. كانت صحيفته أبو نضارة ذات طباعة على نحو بدائي يتفق ومستوى الصناعة والطباع في العصر الخديوي، ولم تخلو بعض أعدادها من رسوم بريشة صنوع أقرب إلى الكاريكاتير، بل هي كاريكاتير وقتها، وقد عني بالتوجيه الاجتماعي الضاحك والسخرية من تصرفات العمد وانغماس عدد منهم في اللهو، إلى غير ذلك من ظواهر الحياة والنماذج البشرية التي تستوعبها وتلتقطها حسته الساخرة. وعاشت أبو نضارة قدر ما عاشت محدودة التأثير والانتشار بحكم سيادة الأمية وقتها، لكن حسبها أنها كانت الصحيفة الفكاهية الرائدة في مصر التي نبهت الأذهان إلى مثل هذا اللون الصحفي الجديد. وأما مجلة النديم التي أنشأها عبد الله النديم فقد جاءت في وقتها لتعميق الثورية في النفوس وتعبئة الشعب لمساندة ثورة عرابي، ثم يطارد عبد الله النديم وينفى فيصدر التبكيت والتنكيت، وقد اقتصرت موادها على نشر الفكاهات والملح والنوادر القديمة ونكت المعاصرين وفن القافية والشعر والزجل، وفيها ولد فن الأدبات الشخصية التي ابتكرها النديم وكان يمارسها في المجتمعات وينشرها في صحيفته. لقد كان النديم بهذه المجلات وهذا الأسلوب في تحريرها بمثابة الإعلامي في هذا الوقت المبكر من تاريخ مصر. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله صحف ومجلات فكاهية جديدة من تاريخ الصحافة الفكاهية في مصر. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا، مع تحيات عزت سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.